الجمل دي لو بتقولها فانت كده بتقفل باب الفلوس بايدك انت. فيديو النهارده هقول لك على 4 جمل لو انت لسه بتقولهم فمستحيل توصل للغنى وتوصل لاي استقلال مالي في حياتك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. نيجي بقى على الجمله الاولى اللي بتمنعك من الوصول للغنى ولسه مقعداك في الفقر ومنطقه الفقر اللي انت فيها، وهي الفلوس وسيله، الفلوس مش كل حاجه. بص يا صاحبي، هي فعلا الفلوس وسيله لكن الفلوس كل حاجه. ازاي علاء؟ طول ما انت معكش فلوس فالفلوس هي كل حاجه. انت حاليا لو انت معكش فلوس فهي مشكلتك في الحياه عامه هي الفلوس. ازاي بقى تقول الفلوس مش كل حاجه؟ لو انت بتقول الفلوس مش كل حاجه، لو انت بعيد عن السامعين مريض كلى، مريض كبد، مريض قلب، هتعالج نفسك ازاي؟ انت هتعالج نفسك ازاي؟ مش هتجيب ادويه؟ حلو، الادويه دي بايه؟ بفلوس. يبقى الفلوس كل حاجه. انت عايز تشتري بيت، عايز تتجوز، عايز تصرف على عيالك، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز تربي عضلات، كل ده اللي بتعمله الفلوس. الفلوس وسيله، لكن وسيله لاي حاجه في الدنيا، وسيله لاي طريق في الدنيا، وسيله لاي حاجه انت عايز توصل لها هي الفلوس. تيجي تقول لي الفلوس وسيله، الفلوس مش كل حاجه. هي وسيله لكن كل حاجه. هي وسيله لاي حاجه وهي كل حاجه. لحد ما يبقى معاك فلوس، الفلوس كل حاجه. بعد كده لما يبقى معاك فلوس قول الفلوس مش كل حاجه، بس انت معاك فلوس. اصل بص، نوعين بيقولوا الفلوس مش كل حاجه. اول واحد شخص غني ومعاه فلوس زي ايلون ماسك. الشخص التاني كلب ذليل عويل معهوش فلوس وقاعد في منطقه الراحه مش عايز يتحرك ومش عايز يشتغل ويقول لك الفلوس مش كل حاجه. تيجي بقى على الجمله الثانيه اللي بتمنعك من الوصول للغنى ولسه مقعداك في منطقه الفقر، وهي مش لازم اتعلم اداره الفلوس لانها مش مجالي. بص يا صاحبي، اداره الفلوس وانت بتعمل السي في لازم تحط فيه كده في المهارات بتاعتك اداره الاموال، اداره الاموال، وبعدها اداره الوقت، بعدها اداره الذات. ازاي الفلوس مش مجال؟ الفلوس مجال اي حاجه. الفلوس في اي مجال، انت سباك، نجار، حداد، ممرض، دكتور، اي شغلانه انت لازم تبقى فاهم في اداره الفلوس. لازم تبقى فاهم لما مرتبك يجي هتعمل بيه ايه، هتصرفه وتضيعه ولا هتنظمه لقاعده 50 30 20. لازم تبقى فاهم قاعده، لازم تبقى فاهم القواعد، لازم تبقى فاهم اداره الاموال. لا تيجي بقى تقول لي ده مش مجالي. هو ايه اللي مش مجالك؟ الفلوس مجالك. الفلوس مجال اي شخص. اي شخص عايز يوصل للغنى لازم يتعلم اداره الاموال، لازم يتعلم اداره الاموال واداره المخاطر واداره الوقت واداره النفس. تيجي تقول لي انا مش لازم اتعلم اداره الفلوس لانها مش مجالي؟ بقى على الجمله الثالثه اللي بتمنعك من الوصول للغنى ولسه مقعداك في الفقر، وهي العمر راح خلاص. يعني ايه العمر راح خلاص؟ انت عندك 30 40 سنه، يعني ايه العمر راح خلاص؟ وانت قدامك لسه 30 40 سنه كمان. متجيش تقول العمر راح خلاص. ليه؟ لان هو ما راحش. انت لو عندك 40 سنه فانت قدامك فرصه للتغيير والتطوير وجلب الاموال. انت لسه قدامك فرصه. هتيجي تقول العمر راح؟ هو العمر ما راحش. راح ازاي؟ هو العمر اللي انت فيه دلوقتي ممنوع تتعلم؟ يعني الدولة او الدين محرم التعليم او ادارة المال او ادارة الذات او ادارة الوقت في السن اللي انت فيه ده؟ ما شفتش قبل كده. انت لو عندك 70 سنة وعايز تتعلم هتتعلم. عندك 80 سنة هيبقى قدامك فرصة برضه. معاك لحد 80 سنة، وعلى حسب المصابرة بتاعتك وعلى حسب الإصرار بتاعك وعلى حسب العزيمة بتاعتك وعلى حسب تطويرك لنفسك وقوة التحمل بتاعتك. نيجي بقى على الجملة الرابعة والأخيرة، وهي معيش فلوس أتعلم. يعني إيه معكش فلوس تتعلم؟ يعني إيه؟ أنت شخص دلوقتي عندك 15 سنة معكش فلوس تتعلم؟ هتحوش من مصروفك وتعلم. طب أنا مش معيش مصروف، ما باخدش فلوس، معيش جنيه في جيبي، أعمل إيه؟ عندك مصادر مجانية تتعلم منها. اليوتيوب شرح اي مهاره في الدنيا، محتوى يو جي سي، مونتاج، تصميم، اي مهاره في الدنيا اليوتيوب شرحها. تيجي تقول لي معيش فلوس اتعلم؟ يعني واحد كنت معاه في المحتوى اونلاين فبقول له ايه مشكلتك؟ قال لي معيش فلوس اتعلم. يعني ايه معكش فلوس تتعلم؟ ما تنزل تشتغل. لو انت معكش فلوس تشتري كورس انزل اشتغل. انا اهو معايا فلوس حاليا فهشتري كورس اسمه اي اي اوتوميشن. في واحد عامل كورس اي اي اوتوميشن هدخل اشتريه، الله اعلم بكام بس انا هدخل اشتريه، هدفع كل اللي معايا، ولو مش معايا هتصرف، ولو مش معايا هتصرف. ليه؟ لان انا عايز الحاجه. اما انت مش عايز الحاجه مش هتوصل للحاجه اللي انت عايزها. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في المطوع اونلاين، هكون على الرقم اللي قدامك على الشاشه ده. تكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني بلاش حرفيا. وبرده ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها.